الامن ديال المغرب الحمد لله هنيئا ليه هنيئا ليه. ولكن اخوتي المغاربه اللي بغيت نقول لكم، انا وقع لي واحد المشكل مع هاد موالين السيد. خدمت معاهم واحد 15 يوم، خدمت معاهم واحد 10 ايام، عطاوني 10,000 ريال كحارس ليلي. وصل راس الشهر عطاوني 10,000، قلت لهم دابا شنو؟ قال لك دابا غادي تبدا معنا بالشهر، من الشهر للشهر نعطيوك 30,000 ريال. قلت لهم ما كاين حتى شي مشكل. وصلت نهار 15 في الشهر قالوا لي ودي راه جبنا واحد السيد كيبات الله خلف السيد، الكاريطه غادي نحيدوها. قلت لهم ما كاين حتى مشكل، هذه مساله كتهمكم، قلعوا الكاريطه ولا شغلكم ولا هذا. انا بغيتكم شنو غادي ديروا معايا؟ قالوا لي انت غادي تمشي في حالك. قلت لهم ما كاين حتى شي مشكل، نمشي في حالي. شنو غادي ديروا معايا من ناحيه الخلاص؟ قال لك اودي من ناحيه الخلاص غادي نعطيوك 15 يوم اللي هي خدمتي معنا 15,000 ريال. قلت لهم اودي لا، ما كاين يعني جبتوني حتى ليله العواشر ورمضان هذا، وهذيك 30,000 اللي انا عوان نقبضها في راس الشهر من عندكم راه معول، غادي نغلق بها الموضوع، غادي نغلق بها الكرا. انا كارم 18,000 ريال وكتجيني 4,000 ولا 5,000 ريال ديال الموضوع، يعني جبتوني حتى ليله رمضان ودرتوا معايا هذا الشيء. هي من باب الانسانيه عطيوني 30 نكمل معاكم الشهر، وتا الا ما كنتوش باغيني نكمل معاكم الشهر نمشي في حالي. وإلا كنتو باغيين نكمل مع المهم عطيوني 30 من باب الانسانيه اللي عطلاه. راكم شفتوه المراه عندي معاقه. انا خوتي ماشي كنقول المراه عندي معاقه، يعني القصد ديالي انا كنسعى بمرسي. انا الجوجه ديالي 22 سنه وانا واخدها، وهي واخداني الحمد لله 22 سنه وانا مجوج بها. ما عمرني فكرت انا نسعى بها، ما عمرني اقسم لكم يمينا اخوتي المغاربه ما عمرني فكرت انا نسعى بالجوجه ديالي اللي هي معاقه جالسه في الكروسه. ما عمر هذه الفكره كانت عندي. علاش؟ خدمت الحمد لله، خدمت من المزيان، وما عمرني خليتها توقف ولا تولج لشي واحد. يعني التولج يا ربي لا تولجني لي الدم لا يغتالي. انا من عندي الدعاء وانت من عندك القبول، يا الولي من ليلك والي. انا ما عمرني خليت المراه ديالي ولا وليداتي يتولجوا للناس. انا اللي كنت نخدم عليهم ومازال لحد الان انا اللي كنخدم عليهم باش ما عطل الله كنتكافاو مع الوقت، وتالي ما قديناش عليها كنديروا منها بناقص، وحمد الله وشاكرينه. هاد الناس ما داروا معايا حتى شي حاجه، ما قبلوش داك الشرط اللي قلت لهم تعطيوني 30 ونمشي في حالي، ولا تعطيوني 30 ونكمل معاكم الشهر. ما بالوك غفلوا عليا واحد اليومين. اليوم الجمعه في الصباح، اليوم هاد النهار هذا اللي هو في هاد البلاصه هاد البلاصه راه كانت فيها كاريطه نعم سيدي. جاو بداو كيهدموا الكاريطه فوق وانا في وسط منها. اللحظه اللي هما قلعوا هاد الجنب ديال اليسار، يعني قلعوا يعني ولات الكاريطه مفوهه. ما بالوك كنتفاجئ بواحد السيده هنا كتنقش للعيالات، كتحني للعيالات، ما عنديش معاها علاقه بصفه نهائيه. وإلا تصابت هاد المراه، هاد السيده اللي انا كنهضر عليها، عندي معاها علاقه ولو 1%، انا نتعاقب. انا هاد المراه ما عنديش علاقه معاها. هاد المراه بغات تبين لموالين السيد، لموالين الولي الصالح، يعني المقدم والاتباع ديالو، بغات تبين لهم المحبه ديالها ليهم هما على ظهري انا. جراتني من كتافي نعم سيدي، مع انا جالس هكا جالس، وجراتني من كتافي وجراتني في الارض. انا مجرور بحال شي خروف ذبحتيه وبغيتي تبدا تسلخو، جريتيه من كراعو. جراتني نعم سيدي واحد 5 متر ولا 6، ها هما واقعين لي جروح في يدي، اليد ديالي اليسريه، وها هما واقعين لي جروح في صبعاني. وهاد السيده بغيت الامن والقضاء يقبط لي حقي منها. هاد السيده راه دارت واحد الجرم راه اللي خصها تعاقب عليه، وكنتمنى من الله تعاقب عليه، وخصها تعاقب عليه. وانا كنلح على العقاب اللي خصها تعاقب عليه. انا كنهضر مع السلطات، واحتراماتي للسلطات، واحتراماتي لبلادي، وانا كنحب بلادي وكنحب مليكي وكنحب الامن ديالي اللي حامي هذا الوطن. انا ما كنافقش. هذا الشيء عندنا مزروع في الدم، هذا الشيء ورثناه من والدينا وجدودنا. دابا انت خدام فابور. دابا انا نعم سيدي، هاد الناس انا ما بقاش عندي معاهم مشكل. هاد الناس اللي انا خدمت معاهم وعاودت لكم هاد القصه عليهم، انا ما عنديش معاهم مشكل. شي ولو ما يخلصونيش كاع، ياكلوني فرزقي، ياكلوني حتى بديك 16 يوم، لان الليله ديال اليوم 16 يوم.
شي ولو كاع ما يخلصوني حتى بديك 16 يوم، انا ما عنديش مشكل معاهم. المشكل اللي عندي وهو المراه اللي ما عنديش علاقه معاها. انت هي كتحني للناس في الباب ديال السيد، اش بيني وبينك انا تجي ماشي نوضاتني، جراتني في الارض، جراتني 5 متر ولا 6 وهي جراني في الارض، والمسؤولين ديال السيد كيشوفوا والناس كيشوفوا، ودوك اللي هدموا البراكه اللي هما امرهم باش يهدموا يعني الكاريطه وشعلوا فيها العافيه حتى هما مسؤولين. وكنتمنى من القضاء يعيط لهم، خصهم يستدعيهم القضاء ويستدعيهم الامن يشهدوا بداك الشيء اللي شافوا. الا جينا حنا المغاربه بنادم يتظلم قدامنا، وإلا وقفنا على شهاده ديال الحق ما لقاوش اللي يعطيها لنا، اذن الظلم غادي ينتشر الظلم. انا كنقولها وشد بالله، راه الا ما كانش بنادم كيشوف واحد استدعاتك السلطات باش تشهد، غادي تشهد بداك الشيء اللي شفتي. وإلا تصابيت انا كنكذب على هاد المراه، كنكذب على هاد السيده اللي هي كنتهمها بان هي تعدات عليا، انا نتعاقب اشد العقوبه. انا كنشهد على نفسي. الا تصابيت انا كنكذب على هاد المراه، انا خصني تحقيق السي الحموشي. ما كان سيدي بن عاشر، احنا في الحيط ديال سيدي بن عاشر، هاد الحيط راه ديال سيدي بن عاشر، وفي هاد الدوره راه كاين الباب ديالو. راه سيدي بن عاشر معروف في المغرب كامل ومعروف في العالم كامل. سيدي بن عاشر حنا كنعرفوا شنو كاين. السيد يعني واحد الوالي اللي هو معروف حتى عند كل شيء، عند كل يعني اللي غادي يجي. انا راني داير اعتصام هنا، انا داير اعتصام السي الحموشي، وما كنحتاج حتى على شي حاجه. انا كنحمد الله وكنشكره على بلادي. رساله للمسؤولين وهما ياخذوا لي حقي من هاد السيده اللي هي تعدات عليا. اما هاد الناس اللي هما تبدا معاهم المشكل، انا ما غادي نحاسبهم حتى على شي حاجه. الكاريطه ديالهم هي هو ما كانوش يبداو يهدموها فوق راسي تبدا كتهدم فوق راسي. انا كنقولها، انا ما كنكذبش، اللي كاين واللي ما كاينش ما كاين. كانوا على الاقل يعيطوا لي هي على شي مسؤول امني يتناقش معايا، يهضر معايا ونهضر معاه وكان يكون حل. ولكن انا ما جابولياش شي مسؤول اللي غادي نتناقش معاه وغادي نقول له ودي هاد كان يكون، لان ماشي مشكل 15,000 غادي تعطيوها ليا ولا 14,000 ريال زايده ماشي مشكل. هذا ولي صالح منو خصو تخرج الصدقه بلا عمل كاع. هذا ولي صالح كتجي له الهبه الملكيه الحمد لله، ولا عطى الله حنا كنعرفوه، وحنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، حنا ما كنطلبوش شي واحد يعطينا شي حاجه. حنا عايشين بفضل الله والوالدين عايشين. حنا عندنا الطابع ديال الله وديال الوالدين وديال حب الوطن، لان الا نكرتي الوطن ديالك تنكر امك. الوطن الوطن ويكذب عليك الكذاب. الوطن انا اللي كنطلب من السلطات وكنطلب من السي الحموشي يحرك هذا الملف ديال هذه السيده راه خصها تعاقب. هذه السيده اللي هي ظلمات عليا، ما عنديش معاها مدخله، ما عنديش معاها علاقه. انا مازال كنقولها ما عنديش معاها علاقه. الطلب ديالي الاخير وهو يقبطوا لي حقي من هذه السيده خصها تعاقب، لان دارت واحد الجرم اللي خصها تعاقب عليه.